السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا أحلى أخوات وأحلى متابعين، وحشتوني من الفيديو اللي فات. إن شاء الله فيديو النهاردة هعمل لكم طريقة لعجينة كده في 5 دقايق. فطيرة تحفة محشية طبعا، أي حاجة أي بقايا عندك، هي قطنية كده وهشة. من غير ما هتخمري ومن غير ما هتدخلي الفرن، مش هتاخد معاكي وقت. بس ما تنسوش قبل ما تتفرجوا على الفيديو تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وسبسكرايب لقناة هيبو كيتشن. واللي لسه ما شافنيش واول مرة يشوفني وما يعرفنيش، انا اسمي هبة. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ زي ما تعودنا في اي فيديو بنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنسمي الله كده وهنبدأ مع بعض الفيديو، وإن شاء الله الفيديو هيعجبكم. وطريقة متجربة و... وطريقة ناجحة. بصوا، 1000000%. جربوها وانتوا مش هتندموا بجد. طريقة تحفة. فطيرة تحفة جدا، وهشة ولذيذة وخفيفة وسريعة. يلا بقى مع بعض هنشوف ايه هي مقاديرنا وايه هي خطواتنا، ونمشي على الخطوات بالظبط. وفي كل حاجة هتلاقيها ناجحة معاكم، وهتعتمدوها دايما في كل الفطاير اللي هتعملوها او الوجبات اللي هتعملوها في العشاء. تنفع عشاء طبعا، تنفع فطار. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. اول حاجة هنجيب ايه يا بنات؟ هنجيب 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق دول حوالي يعني مثلا نقول 560 جرام. تمام، او 500 جرام. هنحط عليهم طبعا الحاجات اللي ورا دول احنا هنستعملهم اي بواقي عندك. هتحط لهم ميه دافيه. قد ايه ميه دافيه؟ في حدود كده كوبايه، على حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. طبعا كل دقيق غير التاني. هنستخدم له بيكنج باودر، هنستخدم له خميره، هنستخدم زبادي، سكر، وملح وزيت. هنحط قد ايه؟ هنحط معلقتين صغيرين كده ملح على ال4 كوبايات دقيق. هنحط معلقه خميره كبيره. هو تقريبا الكيس عباره عن معلقه او معلقه وحبه، هنحطه كله طبعا. هنحط معلقه سكر كبيره، هنحط معلقه بيكنج باودر. هنحط علبه زبادي. هنحط قد ايه سكر؟ معلقه سكر كبيره، يبقى معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، معلقه بيكنج باودر، نص معلقه او معلقه ملح صغيره، او في حدود معلقتين يعني. هنحط قد ايه زيت؟ تلت كوبايه زيت. يبقى على ال4 كوبايات دقيق هنحط تلت كوبايه زيت. وهنحط ميه دافيه كوبايه، حدود كوبايه، بس مش هننزلها مره واحده. هننزلها شويه شويه لغايه لما العجينه تلم معانا. هتحسي العجينه معاكي كده بتلزق. انا عايزاها كده، انا عايزاها بتلزق. تمام. ممكن تفرجيها على دقيق وممكن تفرجيها على زيت. انا ما كانش عندي دقيق تاني ففردتها على زيت، بس انت ممكن تفرجيها على دقيق عادي، مفيش مشكله. طبعا الحشوات اللي تعجبك، اي حشوه انت عايزاها هتحطيها. بصوا انا بدات احط اللبن، سوري، احط الميه. بصوا هبدا المها كده بمعلقه، وبعد كده هبدا المها بايدي. بصوا انا بحط الميه واحده واحده ازاي، عشان طبعا الدقيق بيختلف. ممكن دقيق تلاقيه ياخد منك ميه كتير، ممكن لا اقل من كوبايه. فعلى حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه. انتي لو حسيتيه ان هو مش بيلم معاكي، ممكن تحطي له رشه دقيق كده، معلقه تانية، مفيش مشكله. بس حاولي يعني تمشي بالخطوات زي ما انا بقول لكم، عشان تطلع معاكي الفطيره ناجحه، وان شاء الله تنجح معاكي ناجحه من اول مره. بصوا شايفين احنا هنسيبوها تريح قد ايه؟ 5 دقايق بالظبط. هتريح 5 دقايق. احنا مش هنخمروها بقى بالنص ساعه وبالساعه، لا. احنا هنسيبها تريح 5 دقايق، وبعد كده نبداوا نقرصوها او نكوروها كام كوره. هيطلعوا معايا 10 كور. بصوا بقول لكم اي حشوه. ممكن تعملي جبنات، ممكن تعملي بسطرمه، ممكن تعملي لانشون، ممكن تخليها ساده خالص ما فيهاش حاجه. بصوا انا حطيت فلفل كوبي اخضر، وحطيت طماطم بس شلت البذر منها يا بنات عشان ما تنزلش الميه. وكان عندي حته بسطرمه كده عملتها. حبه جبنه موتزاريلا، على حبه جبنه تركي، على حبه جبنه شيدر. خلطتهم على بعض. وهتبدأي تعمليها. تنفع طبعا للفطار المعجنات دي، او الفطاير دي تنفع للعشاء. حلوة كده وسهلة وسريعة ولذيذة، ما تاخدش معاكي وقت وما بتدخليش فرن. هي على الطاسة من فوق، فهتلاقيها سهلة وسريعة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت.
حتى مش بتتخمر، ما بتقعدش كتير تتخمر، هي 5 دقايق تريح. وبعد كده بتاخدي العجينة تعمليها كده زي ما انا وريتها لكم، زي ما شفتوا كده طولي، تعمليها زي المستطيل كده طويل، وتقسميها على 10. عايزة تقسميها، عايزة تخليها اصغر ممكن، يعني لو انت عايزة تعمليها 15 واحدة 12 واحدة ممكن تصغري شوية، بس انا هنا عملتها 10 بحيث ان هي تبقى الفطيرة حلوة. انتوا هتشوفوها. هنبدأ بقى نكور وبرضه نسيبه 5 دقايق، هو مجرد بس 5 دقايق تريح بس مطرح ما احنا اشتغلنا فيها. بصوا بتكوريها بقى الحجم اللي انت عايزاه، هي مثلا حجم البرتقانية كده، انت عايزة تصغري او تكبري براحتك، بس انا شايفاها الحجم ده مناسب. شايفين؟ تبدأي تسيبيها بقى، تحطي طبعا تدهني الصينية او الطبق شوية زيت، وتبدأي تكوريها وتحطيها فيه، تبدأي تفرجي بقى واحدة واحدة على على زيت. انت لو حابة مش عايزة زيت وحابة تفرجيها على دقيق مفيش مشكلة، مش هتقولك لا، انا فردتها بصراحة على زيت. هتفرجيها لغاية لما تبقى معاكي رفيعة جدا، انا هوريكي دلوقتي في الفرد هتبقى قد ايه. بصوا بتفرجي بايدك وبعد كده او بالنشابة ايا كان بقى مفيش مشكلة، هي كده كده هتتفرد معاكي بسرعة، بس اهم حاجة تريحيها 5 دقايق عشان تتفرد معاكي وما تلمش. بصوا شايفين يا بنات؟ بصوا حجمها هيبقى قد ايه، حجم الرغيف الصغير كده. بصوا بتفرجي، واهم حاجه الحروف بس تفرجيها ما تخليهاش تخينه. بصوا شايفين قد ايه سمكها. تبداي بقى تحطي الحشوه اللي انت عايزاها في النص. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بحط الحشوه في النص مش من الحروف، وهبدا اقفل عليها. طبعا الوجبه دي هتنفع جدا، ممكن لو في نادي في مدرسه ايام الدراسه بالليل عايزه تاكلي حاجه سريعه للولاد، هتقومي تعمليها بسرعه وقومي اعمليها دلوقتي كده لما تشوفيها وتتفرجي على الفيديو، قومي اعمليها كده وان شاء الله هتعجبك. بصوا هنبدأ نفردها كده زي ما انتم شايفين ونقفلها على بعض، ونضغط كده حروفها عشان ما تتفتحش معانا. احنا هنحطوها على النار طبعا، لو انت عندك طاسة ما بتلزقش، انت يا دوب بفرشة كده بتبدأي تحطي فيها زيت، لكن انا عشان انا الطاسة بتاعتي بتلزق فهحط شوية زيت شوية صغيرين بس برضو مش زيت كتير، وهنبدأ نقليها. بصوا شايفين؟ بصوا بتبقى قد ايه، شايفين جميلة ازاي وبص بتتفرد معايا ازاي لا لا بجد حلو قوي قوي. انا بعد كده تسموني هبة هبة معجنات. أنا بحب جدا الخبيز والعجين، بحب الدقيق قوي يعني، عيش الحاجات اللي هي فيها دقيق. بص انا عملت كام واحدة، عملت في بالجبنات بس وفي عملتها بالبسطرمة والطماطم والفلفل الكوبي. طبعا انا قلت لكم احشوها زي ما انتوا عايزين، ممكن تحشوها كمان شوكولاتة من جوه، يعني ممكن تبقى حلوة، مش شرط تبقى حادق بس انا ما كانش عندي شوكولاتة الصراحة. اللي هي الشوكولاتة قابلة للدهن ممكن تعمليها. بصوا انا عملت اهم وانا هكمل الباقي، بس انا حبيت اوريكم زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ نقليهم على النار. النار ما تبقاش يا بنات لا عالية قوي ولا واطية قوي، يعني وسط. تمام. بص هنحط شوية زيت قد ايه، ما يسكروش شوية الزيت، هو كل اللي خدناه تلت كوباية زيت وحبة زيت فردنا عليهم وشوية زيت صغننين في الطاسة، يعني مش هكمل نص كوباية زيت، ما كملتش اساسا ربع كوباية زيت حتى. تمام. هنبدأ اول ما الطاسة تسخن حلو ونبدأ ننزل بقى الفطاير بتاعتنا. الفطاير بتاعتنا دي لو عجبتك يا بنات اعمليها، وعجبتك اكتبي لي في الكومنتات تحت. بس ان شاء الله هتعجبك، جربيها والله مش هتندمي. انا بقول لكم الوصفة دي انا بصوا 100% ناجحة، لذيذة وهشة وطرية ومتاخدش وقت وما بتحتاجش فرن، ما بتحتاجش زيت كتير، يعني الزبادي كمان بيديها طراوة حلوة قوي. بصوا شايفين انا حمرتها من الجناب ازاي، طبعا بتقعدي تقلبي فيها يمين وشمال عشان تستوي كويس. بصوا شايفين انا موقفة على سيفها عشان برضو تحمر من كل الجناب. بصوا الطراوة، بصوا شايفين؟ بصوا الجمال، بصوا الجبنة بتمط فيها ازاي من جوه. هوريكم كمان ان هي طرية ولا لا. لا بجد هتعجبكم قوي قوي قوي، واللي يعملها وتعجبه يعمل لي لايك ويكتب لي في الكومنت كده تحت ان ايه رأيه فيها. بصوا عملت كام، عملت كام، 1 2 3 4 5 6 7 8
وفي واحدة على النار 9، وعيالي أكلوا واحدة بألف هنا يبقوا 10. بصوا شايفين يا بنات؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. قومي جربيها مش هتندمي وهتعجبك وهشة، وأنا شفتها بصراحة وشفت الطريقة ناس كتير قوي بتعملها، فقلت ليه ما اعملهاش لمتابعيني. هتعجبكم إن شاء ما شاء الله، تنور الله. رضاكم. أشوفكم في فيديو جديد مع جميل. وصفات تانية. يلا باي مع باي، مع السلامة، مع السلامة. السلامة.